في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن وي ورك وازاي الطموح لما يزيد من غير حساب او تخطيط بيوقع اكبر الكيانات. لو لسه مشفتش الفيديو دوس على العلامه اللي هتظهر فوق بعد ما تخلص هنا. النهارده بقى معانا قصه مختلفه قريبه مننا كلنا، قصه شركه احنا نفسنا نكون جزء من نجاحها، هي شركه نوكيا. في بدايه الالفينات نوكيا كانت مش اكبر شركه موبايلات في العالم، نوكيا كانت ايقونه. كان عندهم اكبر من 40% من سوق الموبايلات العالمي، يعني من كل 10 اشخاص في 4 معاهم تليفون نوكيا، وكان الطبيعي ان اي حد يغير موبايله يروح يجيب نوكيا من غير تفكير. مش بس عشان الاجهزه جامده وتستحمل، لا ده عشان الابداع البسيط اللي كان في كل موديل، من اول سلسله ال 310 لحد سلسله الان سيريس اللي كانت سابقه عصرها في وقتها. بس ايه اللي حصل؟ ليه فجاه اسم نوكيا بقى ماضي؟ في كذا سبب واضح. اول حاجه الغرور، لما تبقى في القمه ساعات بتحس انك خلاص فوق اي خطر، بس الحقيقه ان التغيير مش بيرحم حد. تاني حاجة التأخر في الابتكار، لما ستيف جوبز طلع سنة 2007 بالآيفون عمل ثورة مش بس في شكل الموبايل، ده كمان في فكرتنا عن استخدامه. ونوكيا ما كانتش شايفة إن العالم مستعد للشاشات التاتش، ففضلت متمسكة بالتصاميم التقليدية القديمة. تالت حاجة اختيار استراتيجية غلط، بدل ما يطوروا حاجة جديدة تنافس مسكوا في سيمبان اللي خلاص بقى تقيل وبطيء، وبدل ما انضموا لاندرويد راحوا مع ويندوز فون اللي ما كانش مكمل أصلا. رابع حاجة مشاكل الإدارة الداخلية، الفرق جوه الشركة كانت بتتصارع ومفيش حد قادر يجمعهم على رؤية واحدة، وكانوا بيحطوا الأرباح السريعة فوق الابتكار الحقيقي. طيب ده علمنا ايه؟ ان اكبر خطر على اي مشروع مش المنافسين، الخطر الحقيقي بيجي من جوه، لما تبطل تطور نفسك او تبطل تسمع عملائك، لما تبقى مش شايف غير نجاحك القديم. ونفس الكلام بينطبق علينا كاشخاص، اللي بينجح ويفضل ناجح هو اللي بيفضل يتعلم ويتطور وما يكتفيش باللي حققه. من وجهة نظري الشخصية سقوط نوكيا بيورينا قد ايه العالم بيتغير بسرعة، وان اللي بينجح النهارده مش مضمون انه يفضل ناجح بكره. لو ما كنتش سريع مرن مفتح عينيك هتلاقي كل حاجة راحت منك. عشان كده مهما وصلت ومهما حققت خليك دايما مستعد للتغيير والتطور، لان النجاح الحقيقي مش في انك توصل، النجاح الحقيقي في انك تحافظ على النجاح ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتتابعنا على كوري برينير، لان كل قصة مش بس حكاية، دي خريطة لكل واحد نفسه يفكر صح. استناني في الفيديو الجاي، وخليك دايما جاهز تتغير قبل ما التغير يغلبك.